السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض أصابع الجلاش الحلو بطريقة سهلة جدا، وأقولك ازاي الحشوة ما تقعش منه خالص زي ما انت شايفة كده، ومقفوله زي الفل وبأسهل طريقة. وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم، ويا ريت ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش معايا، وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل الوصفات إن شاء الله. اول حاجة هنجيب طبعا لفة جلاش او نص كيلو جلاش، ويفضل طبعا لو يكون طازة. ومعايا هنا الحشو كمان زبيب وجوز الهند وفول سوداني، او ممكن اي حشوة انت تحبيها طبعا. ومعايا هنا كوباية زيت على سمنة، او نص كوباية كفاية المتاح عندك يعني. وطبعا هقولك ازاي تطلعيه طري وازاي تطلعيه ناشف وبيقرمش زي ما اغلبنا بيحبوا يعني. بعد كده هجيب الصينية اللي هحط فيها صوابع الجلاش، وهدهنها زيت على سمنة كده الأول عشان تكون جاهزة معايا. ألف وأحط على طول في الصينية. وطبعا نكون بنسخن الفرن برضو واحنا بنشتغل، علشان على ما نكون خلصنا يكون الفرن سخن، ونكون كده جاهزين يعني ومستعدين على طول. هقطع كده 3 قطع بالطول زي ما انتوا شايفين، او ممكن 4 لو انتوا عايزين تصغروا حجم الجلاش شوية. انا عملته هنا بالحجم ده. انتي لو عايزة تصغري مفيش اي مشكلة. انا هنا قسمت واحدة نصين وحطيتها بالعرض كده، وهتشوفي بقى بلفها معاكي ازاي دلوقتي. وطبعا بدهن كل طبقة سمنة على زيت، زي ما انتم شايفين معايا. وده الشربات انا كنت طبعا عاملاه من زمان معاكم في القناه، وهسيب لكم الرابط بتاعه. شربات تقيل، خدت منه هنا معلقتين، علشان برضو يعني لو انت مش عايزه تقفلي زي ما انا بعمل بالطريقه دي، برضو كده مش هيقع معاكي ان شاء الله الحشو يعني. فكده عندك الطريقة دي وعندك الطريقة دي. لو انت حطيتي عليه معلقتين العسل او الشربات، ان شاء الله برضو مش هيتفرفت ويقع معاكي في الصينية كده. يا اما تلفيه زي ما انا لفيته معاكي قدامك كده، تحطي الورقة بتاعتك بالطول، وبعدين تقسمي ورقة تانية وتحطي على اول الطرف من فوق حتة بالعرض، وتحطي الحشوة في النص وتقفلي كده زي ما هوريكي تاني كده اهو. وتقفلي بقى من الجناب، واحدة من هنا واحدة من هنا، وتلفي. بعد كده مش هتقع نهائي خالص يعني، عشان برضو اللي بيقع في الصينية بيتحرق وبيبقى شكله مش لطيف يعني، وكمان ريحته بتبقى مش حلوة. هلف معاكي كمان واحد علشان تاخدي بالك بقفله ازاي. وبقفله كده كويس جدا زي ما انت شايفة، وبكمل كل صوابع الجلاش بنفس الطريقة. انا عجبتني الطريقة دي قوي، علشان كان اللي بيتحرق وكده بيبقى ريحته مش كويسة، وكأن انت حرقتي الجلاش كله يعني. فالطريقة دي حلوة قوي، وفي ناس كتير كانت طلبتها وعايزة تعرف ازاي يعني تلفه كويس من غير ما الحشوة بتاعته تقع منه. وممكن كمان انتي ما تسيبيش مسافات كده، لانه مش هيلزق في بعضه ولا حاجة. انا كنت المرة دي موسعة الدنيا شوية بس عادي يعني، علشان لو حبيتي تعملي كمية اكتر. لو انتي عايزة تلزقيهم في بعض خالص مفيش اي مشكلة، لان طبعا دهنينه كله زيت فمش هيلزق في بعضه ولا اي حاجة. ودلوقتي طبعا انا كنت برضو مسخنة الفرن زي ما قلت لكم، ودخلته هنا على درجة حرارة عالية. وكمان عايزة اقولك لو عايزة تولعي عليه من فوق برضو في نفس الوقت، بس تهدي النار، هيتحمر معاكي اسرع كمان من ما تكون انتي مشغلة النار من تحت بس. طبعا مش هياخد معانا وقت. طلع معايا تقريبا بعد تلت ساعة. انتي لازم كل شوية تبصي عليه، ولو كمان شغلتي الشواية هتبصي عليه من فوق. طبعا احنا بنحبه مقرمش، علشان كده بسقيه بالشربات او السيرب التقيل، اللي هو عبارة عن كوباية سكر عليها ونص كوباية مية. ده مكونات الشربات التقيل. وطبعا نص ليمونة وذرة فانيليا ومعلقة سمنة بلدي في الاخر كده، بتعملي احلى واجمل سيرب او شربات لاي حلويات عموما يعني. فطبعا للكميه دي انتوا ممكن تعملي كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه بس، ونص ليمونه زي ما قلت لك، وذره الفانيليا، كمان معلقه السمنه البلدي، وخلاص بقى معانا بالشكل الروعه ده. انا برضو كنت مشغله الشوايه، وكل شويه كنت بقلبه علشان انجز يعني فيه وما يتاخرش معايا. فعادي لو انتي مش مستعجله فسيبيه براحته يحمر ويستوي براحته. اما بقى لو انتي من الناس اللي بتحبوا يكون طري شوية، فده الشربات هو اللي هيتحكم فيه، انك تكوني مخففة الشربات شوية. فممكن تخلي بدل
كوباية السكر عليها نص كوباية مية، فلا خلي كوباية السكر عليها كوباية الا ربع مية، علشان كده يكون الشربات متوسط، فهيكون الجلاش او صوابع الجلاش طرية معاكي شوية لو انت بتحبيها بالشكل ده. انما لو مقرمشه نعمل الشربات تقيل. شايفين الجمال؟ بجد شكله روعة جدا جدا، وكمان طعمه مقرمش وتحفة بجد. لما تجربوها يعجبكم قوي. طبعا ما تنسوش اللايك بقى والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم اي وصفة انزلها. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.